السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس النوت جي اس. في الفيديو ده هنتكلم على الفايل سيستم موديول. نعرف في الفيديو ده ازاي نريد write rename ونديليت الفايلز، ازاي نكريت ونديليت الفولدرز، وازاي نتشيك أو نشوف لو الفايل ده موجود في فايل موجود أو لأ. فيلا بينا. أول حاجة خالص، لو انت رحت على الدوكيومنتيشن بتاع النود جي اس، تقدر تروح على node.js.org، بعدين تروح على docs. بعد كده هتبحث على اللي هو الفايل سيستم. طبعا الموديول ده يعني كبير جدا، وفيه ميثودز كتيرة جدا، طرق كتيرة ان انت تقرا الملف. فأول حاجة ان انت تقدر ان انت تقرا الملف synchronous. تمام. فهو هيستنى لغاية ما الملف ده يتقرا عشان إن هو يكمل. أو تقدر تستخدم أو تقرا الملف ده asynchronous. وعندك طريقتين، يا إما تستخدم اللي هو طريقة الكول باك، يا إما تستخدم طريقة ال promises. إحنا في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي نستخدم اللي هي synchronous way of الموديول ده والasynchronous باستخدام الكول باك، لأن أنا مش عايز أتكلم دلوقتي على ال promises. هيبقى في آه، فيديوهات خاصة بالبروميسز بعدين، بس في الفيديو ده هنعرف ازاي نستخدم اللي هو ال synchronous functions وال asynchronous functions باستخدام ال callback. لو انت مش مشترك في القناة، ياريت تشترك في القناة. وتعالوا بينا نشوف. فأنا عندي هنا ملف اسمه example.txt في hello world عادية. تمام. وعندي هنا فولدر فاضي مفيهوش أي حاجة. هنستخدم التو فايلز ده عشان نتست الحاجات اللي احنا هنستخدمها. أول حاجة هنشوف ازاي نقرا الفايل اللي هو أول حاجة اللي هي synchronous way. فأول حاجة طبعا لازم نعملها إن أنا أعمل require لل fs اللي هو الفايل سيستم module، وهassign الموديول ده لمتغير نسميه fs. بعد كده هقول له fs.read file sync. بعدين هديله اسم الفايل أو المسار بتاع الفايل اللي أنا عايز أقراه. تمام. ممكن إن احنا نستغل المعرفة بتاعتنا إن احنا اتكلمنا على هو الباث موديول، فنقدر إن احنا نقول له path require اللي هو الباث موديول. بعد كده أقول له هنا fs.join، عفوا مش fs path.join. وهقول له هجوين اللي هو ال current directory مع الفايل اللي هو اسمه example.txt. طبعا يفضل ان انت مش تهارد كود او تكتب المسارات بتاعة الفايلز او الفولدرز بتاعتك بالشكل مثلا اللي هو hello مثلا world. لا، مش بالشكل ده. تمام، لان مثلا ده تمام لو انت على لينوكس فده عادي، لكن لو انت مثلا على ويندوز، فويندوز مش بتستخدم ال سلاش، بتستخدم اللي هي الباك سلاش. فعشان كده انت تستخدم مثلا الميثود زي الجوين، فهي بتاخد في الاعتبار، فهي بتجوين مثلا دي مع دي. وبتستخدم السيبريتور على حسب ال هو الاوبريتنج سيستم بتاعك. تمام. فنقدر حتى إن احنا نتست ده عن طريق إن احنا ناخد ده وإن احنا نطبع ده للكونسول. نقدر نفتح التيرمينال عن طريق إن احنا نقول له new terminal، بعد كده نقول له node.js. شايفين قال لي هنا example.txt، لكن لو أنا عندي مثلا وليكن مثلا test example.txt تمام، فهو أنا استخدم لي ال slash
تمام. لو انت على ويندوز هيستخدم لك مثلا الباك سلاش وهكذا. تمام. عايزين إن احنا نرجع تاني للمثال ده. خلاص، فاحنا هنا بنقرا الفايل، فالريد فايل سينك دي هترجع لي اللي هي الكونتنت بتاع الفايل ده. طبعا انت هنشوف دلوقتي لو انت يعني ده الكونتنت، ونيجي نطبع الكونتنت كده نشوفها. و هنرجع نعمل رن، شايفين رجع لي حاجة اسمها البفر. من الآخر هو ده اللي هي الكونتنت بتاعة الفايل بتاعك بس بشكل باينري. فانت لو عايز ال دي كسترينج، تمام، فانت تقدر ان انت تسبيسيفاي هنا اللي هو الانكودينج، تخليه UTF-8. فانت هنا بتقول له انا عايز الملفات او عايز الكونتنت دي كسترينج عادي ASCII string، مش ك مثلا باينري داتا مثلا. تمام. شايفين هنا قال لي hello world. تمام. طيب ده بالنسبة للريد فايل سينك، بس خلي بالك ان هنا مفيش اي حاجة هتتنفذ الا لما الفايل ده يتقرا بالكامل، لان احنا هنا مستخدمين سينك. فلو عندي اي حاجة هنا فمش هتتنفذ الا لما الفايل يتقرا. تمام. هنشوف دلوقتي ازاي ان احنا نرايت ملف. فنيجي هنا نقوله fs.write file sync. تمام. بعد كده الباث استخدم برضو اللي هو الباث، وعايز أرايت مثلا الملف اسمه وليكن مثلا greeting.txt. انت مش لازم هنا تديله حتى ده. بعد كده بتقوله اللي هي الداتا اللي انت عايز تعمل لها رايت جوه الملف ده. فأقول مثلا welcome to my course مثلا. بعد كده خلاص، فانت كده عملت رايت للملف ده. فشوف كده لو عملنا run ويجي هنا نشوف، هتلاقينا عامل لي create لي ملف اسمه greeting.txt وكتب لي جواه welcome to my course. طبعا لو الفايل ده كان موجود تمام، انا حاولت ان انا قريت حاجة جواه، فهو طبعا هي overwrite الكونتنت اللي هي موجودة جوه الفايل ده. طبعا دي مش الميثود اللي استخدمها لو انت عايز مثلا تضيف يعني على الموجود. تمام. لو انت عايز تضيف على الموجود فتستخدم ميثود تانية اللي هي هيبقى اسمها fs.append file sync، وهديله برضو اللي هو الباث. تمام. وهديله الداتا اللي انا عايز اعمل لها رايت، فانا اقول له مثلا world. فلو عملنا run تاني زي ما شايفين ضاف لي هنا world. تمام. تمام بالشكل ده. طبعا لو انا عايز new line فانا ممكن اكتب هنا new line، وعلى حسب لو الفايل فيه new line، يعني لو هي كانت كده مثلا خلاص او لا. فلو عايز new line طبعا ايه، اضيف انا new line من عندي هنا بالشكل ده. تمام. طيب ده بالنسبة اللي انت تأبند content لفايل معين. هنشوف دلوقتي بقى نفس الحكاية، بس بدل ما نستخدم اللي هو السينك ومثلا توقف لي الكود بتاعي لغاية ما يخلص، هنشوف دلوقتي ازاي نقرا فايل
بس asynchronous، وهنستخدم طبعا طريقة اللي هي الكول باك، مش هنستخدم طريقة البروميسز حاليا، مش هنتكلم على البروميسز حاليا. هنقول fs dot read file بس كده من غير أي حاجة. هنا هنديله اللي هو المسار بتاع الفايل اللي احنا عايزين نقراه. هنا path dot join، وليكن مثلا example .txt. بعد كده ممكن أديله اللي هو الانكودينج، تمام، ال UTF-8. وبعد كده بديله function callback function. أنا هنا بستخدم اللي هو ال arrow syntax، تمام. ممكن تستخدم اللي هي الفانكشن declaration العادية، تكتب function، بس أنا بستخدم هنا ال arrow syntax، تمام. بعد كده هنا بتاخد اللي هو لو في error، تمام، والداتا، تمام. فاحنا هنشيك لو في مثلا error، فمثلا هتثرو ال error، خلاص. لو مفيش error هتعمل ايه؟ هتطبع لي الداتا اللي هي موجودة. شوف دلوقتي مين قال لي هنا موجود. طيب لو انا مثلا احاول اقرا فايل والفايل ده مش موجود، مثلا examples.txt، شايفين هنا جاب لي هنا، انا عملت هنا throw للايرور فجاب لي هنا الايرور بتاعي. قال لك هنا in ال no such file or directory، وقال لك الاسم اللي هو examples.txt. فهنا طبعا لو انا عندي اي حاجة هنا فهي هتروح ينفذها عادي جدا، ولما يقرأ الملف الNode.js runtime هتنادي على الفانكشن ديت، والكود اللي جوه الفانكشن دي هيبدأ إن هو يتنفذ. هنشوف دلوقتي ازاي نقرا الفايل asynchronous. فنقول له fs.write file، والفايل اللي احنا عايزين نرايت جواه هنقول له مثلا نستخدم ال greeting.txt، والداتا اللي أنا عايزة أعملها رايت جوه الملف ده نسميه مثلا hello and welcome، خلاص. وبعد هنا بعد كده عندي الفانكشن العادية بتاعتي. فأنا عندي هنا مثلا error، مفيش داتا بقى، فنقول هنا لو في error throw ال error ده. مفيش error مثلا تقول لي file is written، طيب file is written. فلو جينا نقرا هنا نوقف اللي هو ده عشان جاب لنا error، شغل تاني. قال لي هنا file is written، تاني قال لي هنا hello and welcome. طيب هنشوف دلوقتي برضو ازاي مثلا ان احنا نقدر نكريت directory، تمام. نقول له fs.mkdir. طبعا في نسختين خلاص، اللي هو العادية الاسynchronous والsynchronous. انا استخدم for simplicity الsync، بس انت تكون عارف ان النسختين موجودين، تمام. وهنا الفولدر اللي انا عايز اقراه فاقول له class.join برضو، وهديله الفولدر اللي هو اسمه test، خلاص. لو لأ طبعا مش هنا، انت تديله أول حاجة انت عايز ترايت أو تكريت الفولدر ده فين، تمام. فهيبقى اسمه مثلا في نفس اللي هنا هيبقى اسمه مثلا test2، خلاص. شايفين عامل لي هنا فولدر اسمه test، تمام. هنشوف برضه دلوقتي ازاي ان احنا نقدر ان احنا نمسح الفولدر ده. نقدر نمسح الفولدر ده عن طريق ان احنا نستخدم fs.rm dir sync او الasync، وبتديله برضو اللي هو المسار بتاع الفولدر اللي انا عايز امسح. run، شايفين
مسح لي هنا الفوتو. طيب هنشوف دلوقتي برضو ازاي مثلا ان احنا نقدر نرينيم فايل، وليكن مثلا عايزين نرينيم الفايل اللي اسمه greeting.txt ده. هنقول له fs dot rename. طبعا انتوا خلاص عارفين اي function ليها نسختين، نسخة اللي هي السynchronous ونسخة اللي هي الاسynchronous. تمام، فهنديله هنا المسار بتاع الفايل اللي انا عايز نغير الاسم بتاعه. هو path.join، ويديله اللي هو greeting مثلا .txt، والاسم الجديد هيبقى اسمه greet.txt. باجي هنا run، شايفين غير لي هنا الاسم بتاع الفايل ده، خليهولي اسمه greet.txt. بعد كده نشوف ازاي نقدر نمسح فايل معين. لو عايز امسح الفايل اللي هو greet.txt ده، نمسحه ازاي؟ نقول له fs .unlink. استخدم الستنك دلوقتي، وبس to join، وأقول له اللي هو greet.txt. أعمل run، مسح لي الملف ده. طيب عايزين برضه نشوف آخر فانكشن معانا اللي هي ازاي نتشيك لو في فايل موجود. عندي هنا fs dot exists sync. تمام، وبديله هنا المسار دي الفايل اللي أنا عايز أشوف هل هو موجود ولا لأ، وليكن مثلا example.txt. بعد كده لو ده ودي رجعت لي true، فمعنى كده إن الفايل ده موجود. برضه مثلا file is found. تمام، أعمل run، قال لي file is found. لو أنا مثلا اتغيرت ده مثلا خليته examples.txt، قال لي ما عنديش حاجة طبعا، لأن أنا ما نفذليش اللي هو file is found. ولكن احنا نقدر نضيف مثلا أقول له مثلا file is not found، run، شوف كده قال لي file is not found. بس كده ده الفايل سيستم موديول. طبعا ده حاجة بسيطة جدا من الموديول ده، يعني الموديول ده فيه كمية هائلة جدا من الحاجات اللي انت ممكن تعملها في الفايل سيستم بتاعك، وفي functions كتيرة جدا تقدر اللي انت تستخدمها معاك. خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.